هتشتريها بكام؟ تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق النهارده الثلاث 13 يناير 2026. الأسعار نزلت فجأة بعد الأعياد، وكل يوم جديد مليان أخبار مهمة. وعشان توصلك كل أخبارنا قبل الناس كلها، اعمل لايك واشتراك وشارك الفيديو. موضوع مهم يهم كل بيت مصري: أسعار الدواجن في الأسواق بدأت تنزل بسرعة بعد ما كانت في ارتفاع كبير قبل وخلال عيد الميلاد. تفاصيل اللي معانا بتقول إن مع انتهاء أعياد الميلاد بدأ الطلب على الدواجن يقل، وده خلى الأسعار تتراجع بأكتر من 10 جنيه في الكيلو. اتحاد منتجي الدواجن أكد إن الارتفاع الكبير اللي حصل قبل كده كان حوالي 20 جنيه في الكيلو الواحد كان بسبب زيادة الإقبال والطلب الكبير، خاصة وقت إفطار الأقباط بعد الصيام الصغير، وكمان استعداد الناس في شهري رجب وشعبان لرمضان. لكن دلوقتي الطلب بدأ يرجع ينزل والأسعار نزلت معاه. الدواجن النهارده في المزرعة بتبدأ من 67 وللمستهلك ما بين 77 و 80 جنيه. الأمهات في المزرعة ب 60 جنيه وللمستهلك ما بين 75 و 80 جنيه. الدواجن الساسو في المزرعة ب 84 جنيه وللمستهلك ما بين 95 و 100 جنيه. أما أسعار البيض النهارده: طبق البيض الأبيض بيتراوح ما بين 130 و 140 جنيه. طبق البيض الأحمر ما بين 135 و 145 جنيه. طبق البيض البلدي ما بين 135 و 145 جنيه. الناس اللي بتربي ويهمها سعر الكتاكيت: الكتكوت الابيض شركات عمر يوم من 18 ل 20 جنيه. الكتكوت الساسو ب 9 جنيه. الكتكوت البلد الحر ما بين 5 و 6 جنيه. الكتكوت البط المسكوفي 25 جنيه. البط المولر 25 جنيه. البط البيور 20 جنيه. السمان عمر اسبوعين ب 8 جنيه. اما باقي اجزاء الفراخ في السوق: الاوراق ما بين 80 و 85 جنيه للكيلو. البانيه من 200 ل 215 جنيه للكيلو. الكبد والقوانص 135 جنيه. الأجنحة من 55 ل 60 جنيه. جوز الحمام ب 170 جنيه. كيلو البط ما بين 160 و 170 جنيه. والأرانب ب 140 جنيه. في نقطة مهمة: رغم التقلبات اللي شفناها، مسؤول اتحاد الدواجن أكدوا إن مصر عندها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، وكمان بتصدر الفايض للخارج، والدولة بتشتغل على تحسين وتطوير الصناعة دي كمان.